هو صارت المصافحة وانتهى الموضوع، بس ما هو الأبعد من الحكي. زين. ما نريد علاقة نهائيا مع إيران، كل علاقة مع إيران قطعوها. الحشد لازم تنهونه، الفصائل المسلحة زين لازم تنتهي. هذا الحكي صار أعطيت بها وعود. لا بس دقيقة، هذا الحكي صار بقمة شرم الشيخ؟ بالكلام اللي موجود، اللي أنا قريته على زين من 3 مصادر، أنه اللي رادوا من عنده هو أن أولا تنهي كل علاقة مع إيران، زين، وتنهي الحشد الشعبي، وتنهي الفصائل المسلحة. يعني عند الحشد بس عبرت كلمة قلت أعطيت وعود. أعطيت وعود، أنه أعطيت وعود من منو لمنو؟ إذا ياخذ الولاية الثانية محمد الشياع السوداني، يعني تعهد أنه ذن ينهيهم. زين. فهذا أعتقد شيء صعب، ما هو سهل. هم يقدرون يطول الولاية الثانية؟ من هم؟ الأمريكان؟ ما أدري، هم تباحثوا عليها ما تباحثوا عليها، ما عندنا علم. هسه أحكي بالقدرة، ولكن هو عندهم القدرة إنه يطول الولاية الثانية؟ هو عنده رغبة إلى الولاية الثانية، هو عنده رغبة، هاي واضحة. إيه؟ بس هم الأمريكان عندهم القدرة إنه ينطون الولاية الثانية لمحمد الشياع السوداني؟ ممكن يأثرون، مو صعب تأثيرهم، يعني تأثيرهم قوي هم في كل المنطقة، مو بس احنا.